إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. فعلا الطلاق شي مرات تيكون هو الحل الأنسب، وإلا كان يعني الاستمرار في العلاقة وكاين فيها يعني مشاكل وكاين فيها صداع الراس وكاين فيها سد لي ينقطع عليك، فغالبا ما تنتهي هذه العلاقة الزوجية بمأساة وبكوارث. فداك الشيء باش الطلاق دايما تيكون، ماشي دايما، في بعض الأحيان تيكون هو الحل، واخا كاع يكونوا الوليدات. إلى المرأة صرات على الطلاق فالراجل ما كاين لاش يرفض، يعطيها الورقة ديالها والله يعاونها، كل واحد يعني يمشي في الطريق يعني اللي بغى. فاش يبقى الواحد لا انا والله ما نطلقها ولا والله ما نطلقوا، لا الا بغيتيني نطلقك عطيني ولا بغيتني انت نطلق عطيني، فهنا تتوقع مشاكل كبيره اللي غالبا تنتهي بجرائم وتنتهي بكوارث. المهم سعاد هي واحد البنت اللي تربات مع 3 ديال خوتها دراري، يعني مع باها وامها تربيه عاديه، كانوا الناس على قد الحال، يعني ما غنقولوش عليهم فقراء ولكن في نفس الوقت راهم ناس اللي ماشي اغنياء، كانوا على قد الحال. كان باها خدام في واحد القهوه يعني تقريبا شي 20 سنه، بداك القهوه باش رباهم، كان سربي في داك القهوه رباهم وكبرهم ويعني قراهم. سعاد كانت يعني طموحه، كانت انسانه طموحه، قرات بالفعل وصلت للباك، وهنا قررت على انها تحبس، وقررت على انها تستغل الجمال ديالها وتستغل يعني الشكل ديالها الخارجي باش تبدا حياه جديده وباش تزوج. وبالفعل في العمر ديالها 18 عام غادي تتعرف على واحد السيد اللي لاباس عليه واللي كان ميسور. هنا غادي يجي يخطبها وباها ما غادي يوافقوا لانه انسان اللي ميسور، يعني كان قريب ليها في اللاج، غتوافق وغادي تزوج به وغتمشي معاه للمدينه اللي هو عايش فيها. السيد كان باين ليها على انه انسان عادي، لكن منين زوجت به ومشات معاه للمدينه اللي هو عايش فيها، كاين الخير كاين الخمير، كاين الدار قداش هي، كاين الخدمه زوينه، كاين كل شيء، ولكن الراحه ما كايناش. الراحه اللي كانت طامعه فيها سعاد ما لقاتهاش، لقات الفلوس، لقات الماده، لقات الراحه، كل شيء، يعني الراحه الجسديه والراحه ديال يعني الترفيه وداكشي كاين، ولكن الراحه مع داك السيد كانسان لنا كان تيعاملها بحال واحد الفاز عنده في الدار، يعني بحال واحد القطعه ديال الاساس عنده في الدار، تيبغي يمشيها على حسب هو تمشي يمين تمشي يسار تمشي، يعني ما عندهاش الحق تقول الراي ديالها، ما عندهاش الحق تهضر، ما عندهاش الحق تقرر نهائيا. فهنا غادي تبدا المشاكل. سعاد كيف ما قلت كان عاجبها راسها، وبما انه هو ميسور وبغاها في الاول ووافقت هي، فهنا كانت تقول ليه انت اللي اختاريتيني النهار الاول وانا ما غاديش نمشي على هواك. دائما كانت يرفض وتقول انت غتمشي داكشي اللي قلت لك راكي غديريه. دائما هي كانت ترفض وتوقعوا مشاكل بيناتهم. المهم غادي تولد سعاد، غدوز عامين معاه، من بعد غادي يجيب لها الله واحد الوليد غتسميه انور. انور غادي تزاد في هذه الاسره هذه اللي عامره مشاكل وعامره صموم وكلها حقد وكلها يعني اصداعات. المهم يعني غير غادي يدوزوا تقريبا داك 4 سنين، الوقت اللي غيكون عند انور عنده عامين، هنا غتزيد المشاكل تصعب وسعاد ما غتبقاش قادره. بالفعل ولدها تيقرا في احسن المدارس، بالفعل فلوس كاينه وكل شيء كاين، ولكن السيد نرجسي. عارفين شنو هي نرجسي؟ هو تيبغي يقتلك يعني ثانيه بثانيه حتى يصفيها لك، ماشي غادي يطلق فيك القرطاسه، لا غادي يقتلك غير بالمهل. المهم عيات معاه باش تبدلو والو، تيبغي يعصبها وفي الاخر تيتعامل معها ببروده. كانت تهز حوايجها وتمشي لدارهم وعاود تمشي ويجيبها ويبقاو يشكي ويبكي على نساو ويقولوا هي اللي جبدات الى اخره، تيثيقوا فيه لانه ولا شفتيه ما تقولش هذا الانسان سام، ما تقولش ان هذا الانسان المعامله ديالو خايبه. وردوا البال، النرجسي دائما تيكون قدام الناس شخصيه وفي دارو شخصيه واحده اخرى، تيكون انسان سام وانسان يعني اللي قاتل في الدار ديالو، ولكن امام الناس يكون انسان اللي واحد اخر. المهم بقات الامور هكا تمشي لدارهم وترجع، تمشي لدارهم وترجع، حتى لواحد النهار صافي قررت، قالت صافي طفح الكيل، قالت له فلان انا وياك ما غاديش نصلحوا على بعضياتنا، فغادي تفارق معايا. هنا كي بحال الا شديتيه وخوتي على شي سطل ديال الماء بارد. قال لها شوفي يا بنت الناس، شي طلاق هو اللي عمرك غتحلمي به، غتجلسي وبزز منك وما غاديش نطلقك، راكي واكله وشاربه حتى حاجه ما خاصاتك ما غاديش تطلقي. قالت لي انا ما مرتاحش معاك، انا ما بقاتش عجباني هاد العيشه، ما بغاش يطلقها نهائيا، غتهز بولده وغتهزك وغتمشي لدارهم على اساس انها غتبقى تما حتى توصلها براتها. وبالفعل غدوز الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، غتلقاه تيدق في الدار عاوتاني تيقول لها يلا ترجعي. لكن هاد المره هذه غتفاجئوا بواحد التصرف دارته سعاد، غتكون مشات للمحكمه وحطات يعني طلب باش تطلق منه، يعني هي تطلق راسها. منين جا للدار باش يرجعها وقالت لي هذا الخبر هذا، السيد تصدم، السيد بحال الا هزيتي
انسان وحطيتي انسان واحد اخر، ما تسرطاتش ليه، كيفاش غادي تطلقني هي؟ خصوصا ان الطلاق غادي يحط اللي قدامه واللي موراه، خصوصا الا حكات لهم وراتهم الضرب وكانت فيما تضربها تتصور يعني الضربات اللي تيضربها. فهنا بطبيعه الحال غترفض انها ترجع ليه، ولكن هو كان حريمي مع راسو، وهذا هو الطبع ديال النرجسي. بقى هكاك ايام غادي جاي، ايام غادي جاي، ايام غادي جاي. الجلسه ديال المحكمه الاولى دازت، الثانيه مازال ما دازت، غادي يجي وغادي يجيب يعني يجيب بحال جايب الهديه، جايب السكر وجايب الضروبه وجايب باش يرجعها، وحلف على ان عمره ما غادي يقيسها. هادشي اللي دار، وبالفعل باها وامها وخوتها قالوا لها صافين على الشيطان ورجعي، ولا عاودها لك مره اخرى حنا اللي غنوقفوا جنبك. سعاد ما بقات ما دير، حشمات وقالت يمكن فيها خير. هزات ولدها مسكين صغير انوار، وهزات جلابيتها وهزات حوايجها ورجعت للدار. وهنا غادي تبدا يعني شنقول لك، غتبدا قصه جديده في هاد الاسره هذه. غير غتوصل للدار هذيك الليله بالضبط غتوقع فيها شي حوايج خايبين. المهم حطت حويجاتها، استفاتهم، نعسات ولدها. وهنا اشنو غادي يدير راجلها في نظركم نتوما؟ اكيد هو ملي رجع طلبها راه ماشي حبا فيها، لا، رجع غير باش ينتقم منها، كيفاش انها كانت بغا هي تطلقوا. اش غادي يدير؟ غادي يمشي وغادي يجيب واحد الجنويه ديال العيد الكبير، وغادي يخليها حتى تنعس، كانت عيانه من الصفر، وغادي يذبحها، غيديها للكوزينه، غيفرش واحد البلاستيكه كبيره ديال الزبل اعزكم الله، وغيبقى يقطع فيها طرف بطرف طرف بطرف طرف بطرف، يعني بدم بارد بل وهو تينفذ الجريمه كان تيضحك وعاجبو الحال، والوليد مسكين ناعس ما فراسو والو. قطعها طرف بطرف وحطها في بلاستيكات وحطها في الثلاجه، يعني قاده حتى الراس فصلوا على الكسده ولواه وحطوه في واحد الميكا وحطوه ماشي في الثلاجه، في الفريكو. خلى الدنيا مشخلطه بالدمايات، هز ولدو الصغير انوار وسد الباب، وكان صاحبنا هنا مشى يعني خوا الدار. المهم غادي يمشي لمدينه واحده اخرى اللي حتى واحد ما تعرفوا فيها اكيد. هز التليفون ديالو معاه وخلى السيده تما مقرده في الثلاجه. لا غدا باهم هذه سعاد تيقلبوا على بنتهم، عيطوا عليها، قالوا سعاد ما كايناش، التليفون مطفي، الحس مقطوع، حتى حاجه ما كاينه. عيطوا ليه هو، حتى هو ما كاينش، يعني خارج التغطيه. اش غادي يديروا؟ غيقولوا يا ربي السلامه ما يكونوا دابزوا عاوتاني، غتهز مسكينه امها وباها وواحد في خوتها يعني حوايجهم، وغادي يشدوا الطريق للمدينه اللي هما فيها. ساروت كان عندها الدوبل ديالو، كي غتفتح الباب كي غادي يبان ليها الدمايات في الارض طايحه، تما عرفت ان بنتها وقع عليها شي حاجه، واكيد اكيد لان عارفين السيد اللي مزوجه به مريض نفسيا، كاين الغلط ديالهم هما اللي خلاوها ترجع معاه. المهم غادي يدخلوا معاه هما غاديين هكاك متبعين داك الدم فينا هو، حتى غادي يلقاو الثلاجه ولا الفريكو، النهايه ديال داك البقايا ديال الدم تما. حلوا الفريكو، امها غطيح في بلاصتها، غوته وحده مع الغوته مع الطيحه. شافت يعني الراس ديال بنتها وشافت اللحم يعني مقطعه، غتصدم وغتبقى تغوت حتى غادي تطيح. غيجي الاب ديالها غيشوف حتى هو داكشي المنظر، غيبقى يغوت. الجيران غيسمعوا داك الغوات وغيعيطوا للبوليس اللي غادي يعني يتصدموا من داك المنظر. غادي يلتحقوا بطبيعه الحال عناصر مسرح الجريمه، وغادي يهزوا داك الاشلاء، وغادي يهزوا داك الراس وغيديوه يعني المستودع الاموات، وتما غتبدا يعني تبدا التشريح ويجمعوا الجثه بعدا ويشوفوا شنو تعرفوا عليها، لان خص داكشي يكون في المحضر اكيد. غادي يقولوا انها بنتهم، غادي يعاودوا لهم التفاصيل كامله. دابا غادي يبداو يعيطوا عليه هو فين مشى، شو هو اللي ارتكب داك الجريمه ولا شي حد اخر. الولد ما كاينش هنا، يعني حتى الولد ما كاينش في الدار، دونك الولد والاب ما كاينينش، اذا الاب عنده علاقه بهذه الجريمه. غتبدا مسطره البحث، غيشوفوا الكاميرات، السيد يعني باين هاز ولده وهابط بطبيعه الحال، وهز معاه واحد الصويك صغير، هز معاه اكيد الحوايج ديالو. فهنا غتبدا مسطره البحث، وغادي يبداو يقلبوا على هاد النرجسي، على هاد يعني الحيوان اللي دار هاد الجريمه هذه، فهاد الانسان اللي تقت فيه، ولكن هي طمعت باش تكون عايشه حياه زوينه، ما طمعتش فيه ولا خدات له فلوس، ولكن هو كان انسان اللي خبيث وانسان اللي خايب وخايب بزاف. غادي تبدا المسطره البحث عليه بطبيعه الحال. غادي يسولوا الجيران، غيقول لهم البارح سمعنا تقرقيب في نص الليل مع جويدك 3 ديال الليل، سمعنا التقطيق والتهرس، ولكن ما عرفناش حنا شنو كاين، يعني ما سمعناش الصداع، وبالفعل لانه هو ذبحها وهي ميته الله يرحمها. فغادي يبداو البحث فينا هو السيد، اكيد غيقلبوا على العائله ديالو، يعني ما كاينش
مقطوع عليه الاثار. هو كانت عنده واحد لابارتوم في واحد المدينه اللي ما عرفها حتى شي واحد، كان تما كاينه يعني تيمشي في اوقات الفراغ ديالو، فبالفعل غادي يبقاو هكا كيقلبوا ولكن ما غاديش يلقاو. امها غتبدا دائما تعيط في الرقم ديالو حتى تلقاه. وبالفعل واحد النهار تتصوني تصور ان بنتك قلت لها راجله غتبقى مبلبله، بقات مبلبله حتى على ولد بنتها، بقات تعيط لواحد النهار تقريبا 3 شهور من بعد الجريمه غادي يلقاو ان التليفون تيجاوب تيصوني. غير صونا التليفون وهو يقطع عليهم. هنا مباشره غيمشيو للبوليس وغادي يعطيهم يعني الهاتف، يعني المكالمه مين جاوبات او يعني فينا بلاصه مشاو شركه الاتصال عرفوا المكان اللي جاوب منه، تما غادي يتصلوا بطبيعه الحال بالبوليس اللي كاين في داك المنطقه في داك المدينه، اللي غادي يحددوا بالضبط موقع ديال داك الاتصال ديال داك المكالمه يعني البلاصه اللي جاوب منها، وتما غادي يلقيو عليه القبض. جالس ما كاينه هو وولدو الصغير اللي قلت لك انوار كان عنده ديك الساعه شي عامين وشي حاجه، فلقاو عليه القبض. وفي التحقيقات قال انه السيده يعني ما نقصت حتى شي خير، فعلاش مشات حطات بيه داك الطلب الشيقه، قال لهم مشات رفعت بيه دعوه باش تطلقني باش الناس يبقاو يهضروا فيا يقولوا هذا فيه وفيه وفيه وانا ما نقصني حتى حاجه، في خير وبفلوسي وبكل شيء. انا تنقول لها تسمعني الهضره وهي ما تسمعش لي الهضره ديالي، فغزه فيها عبرت عليها ونتمنى لها الموت 100 مره. يعني مريض، انسان نرجسي مريض، وبزاف ديال النرجسيين بحال هكا. فكانت نهايه مؤلمه لهاد القصه ديال السيده المزوجه بنرجسي. انا بغيت نقول لكم هنا واحد الحاجه، شي انسان نرجسي ينفو دابزي معاه، ينفو وقع معاه مشكل يضربك ولا يدير تحسي به الله يعاون سلامه طلاق باب الحباب، ما نزيديش مع هاد الضربه. شحال من كارثه وقعت بسبب النرجسيه ديال بعض الازواج. يعني النرجسي ما كاينش واحد المجال تعطيه ليه، صافي الله يعاون. فهنا غادي تحكم عليه بالاعدام، والوليد غتديه جداته وخلى ولده يتيم بطبيعه الحال. والغريب هو انه ما ندمش. السلام عليكم.